السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تعمل لايك واشتراك يوصلك الفيديوهات الجديدة في اسرع وقت. والنهاردة فيديو عن افضل انميات رعب. لو دماغك بقى جايباك ان انت تتفرج على انميات رعب بقى والكلام ده، فقبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة. واول انمي معانا هو بلاك باتلر، وبتدور قصة الانمي حول شيل اللي هو كان عمره 13 سنة، يعني طفل. وبغض النظر بقى ان هو طفل، بس كان جزء من عائلة مهمة جدا بتخدم ملكة انجلترا. يا حلاوتك يا باشا. وكان شيل محقق لامع. الحوار في حاجة غلط يا جدعان. وما كانش بيعمل كل ده لوحده، فكان عامل عقد مع الشيطان. ايوه قولوا كده بقى. هو صح يا جدعان، اي حاجه بتعرض على القناه دي ملهاش دعوه بعقيدتنا الدينيه. واللي كان بيقف معاه عشان يعرف مين اللي قتل ابوه، وكان العقد بيقول ان بعد ما الشيطان يساعد شيل هيستحوذ على روحه يعني. خدت الصدمة بقى. فيا ترى بقى شيل هيعمل ايه؟ وهل هيعرف مين قتل ابوه ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على. والانمي اللي بعد كده معانا هو كروب سبارتي، وبيبدأ الانمي انه بيحكي حياة الطلاب في الاكاديمية اللي كان زمان مدرسة ابتدائية اللي حصل فيها جرائم بشعة، ومات فيها الطلاب والمدرسين بطريقة بشعة جدا. وبيكون في الأكاديمية طالب هينتقل لمدرسة تانية، فبيعملوا عليه طقوس عشان يضمنوا بقائهم معاه للأبد. فبينتهي الأمر في نفس الأكاديمية اللي قتل فيها قبله عدد كبير جدا. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ وكمان الانمي ده 4 حلقات، واللي بيحب الرسوم المتحركة المرعبة جدا يتفرج عليه. والانمي اللي بعد كده معانا هو هيل جيرل، والانمي ده بيدور عن عبارة عن مجموعة من القصص، وفي كل حلقة قصة مختلفة. وبيجيبوا شخص تم تعذيبه من شخص اخر، ولما بينهاروا بيوصلوا لموقع ويب غريب كده يمكنك ارسال طلب معذبهم للجحيم. وفي قصص كتير ومختلفة في كل الحلقات، يعني ممكن تفتح حلقة يدور في قصة، الحلقة التانية في قصة تانية. بس الانمي ممتع جدا، تحس ان هو عامل شبه فيلم الف مبروك لاحمد حلمي عندنا كده. والانمي بعد كده معانا هو بلود سي، وبيبدأ الانمي مع صايا واللي بتكون عندها انفصام في الشخصية من الاخر يعني. الصبح بتبقى طالبة مسالمة عادي جدا، وبالليل بتبقى قاتلة وحوش. يا حلاوتك يا فنان. وبتكون سارة دايما مجهزة بالسيف بتاع ابوها اللي ادوها المهمات المقدسة. ماليش دعوة برضو بالكلام ده. وما كانش في حد يقدر يقرب من قريتها الصغيرة. وبعدها بيتم أخبار حقيقية. صايا لما بتسمع ان الوحوش بتتكلم عن ميثاق مكسور ما تعرفش عنه حاجة. فيا ترى بقى صايا هتعمل ايه؟ وايه حوار الميثاق المكسور ده؟ هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والانمي بعد كده معانا هو شيكاغو، وبتدور قصة الانمي في زمن التسعينات اللي كان في صيف حر قوي قوي قوي. وبتنتقل عيلة شكلها اجنبي كده، يعني مش يابانيين من الاخر، لقصر في قرية يابانية. وكان القصر ده فيه سلاسل، اللي هو بقى لما يكون في حاجة خطرة جدا من حالات القتل، هما كانوا مسلسلينه عشان في حالات قتل. واللي كانوا بيشكوا في ان اللي قتل الضحايا دي كلها هم مصاصين الدماء. فيا ترى بقى العيلة دي هتعمل ايه مع الحوار مصاصين الدماء؟ فبتدور احداث مرعبة جدا، والانمي ده من افضل انميات الرعب. اللي معانا هو دارك جاسرينج. والله العظيم مش عارف اقول اسمه صح ولا غلط، بس ماشي. بتدور قصة الانمي عن كيتارو اللي بيكون طالب جامعي وكان بيكره الاشباح، والحظ اللي زي حظنا اللي زي الفل بيكون عنده موهبة بجذب الارواح. يعني احلى مسا عليك. ومن عامين حصلت له حادثة بسبب الارواح، وكانت سببت في اصابة روحية في ايده اليمين، وكمان خلته منغلق عن المجتمع. بس بدأ يختلط بالناس بمساعدة صديقته ايكو، وبدأ يشتغل مدرس خاص عند بنت عم ايكو اللي هي اول تلاميذه. وكمان نيابه كانت عندها دستور روحي زي كايتارو كده بالظبط، بس على عكس كايتارو كانت بتواجه الاشباح على امل انها تلاقي الشبح اللي اخد امها. ولان بعد كده معانا صديقي هو
Evil or Life. وبيبدأ الأنمي بانتشار مرض بيصيب الأطفال وعبارة عن الوحدة والتمرد بسبب التكنولوجيا، وكان في مركز تأهيل بنى عشان يرجع الأطفال لطبيعتها. بس كان في مريض اسمه هيبيكي كان شايف ان المركز ده عبارة عن سجن مش مركز اعادة تأهيل ابدا، وكان عايز يهرب منه. بس يا ترى يعرف يهرب ولا يبقى حظه زي الخرا شبهنا كده؟ وخصوصا اللي بيهرب مش بيتغفر ليه، ده هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والانمي بعد كده معانا هو مونستر. وقصة الانمي بتتكلم عن جراح ممتاز شغال في مستشفى. بيواجه الجراح معضلة اخلاقية، لان في عميد قدامه وصبي صغير، فهو خلى ان الممرض اللي شغال معاه يعالج العميد وهو راح ينقذ الصبي. انا قلت كده برضه. وفي ذروة مسيرته الطبية تطارده سلاسل من جرائم القتل للصبي ده. يعني هو انقذه من كام سنة وهو عمال يعمل جرائم قتل. ليه؟ لأن أنا واد بضان وكنت واد بضان. وبيتميز الانمي ده بالرعب، فانت لو بتحب الرعب بقى قلبك جايبك فروح اتفرج عليه. والانمي بعد كده معانا هو مونونوك. هو اسمه كده، انا ماليش دعوه. وبتدور قصه الانمي على البطل اللي كان معروف ان هو بيبيع دواء، وكان ساعتها اليابان مقلوبه ان هما بيدوروا على الشر المعروف باسم مونونوك. تمام. وكان بيمتلك بيع الادويه، قوه خاصه وسيف للقضاء على الشر. بس كان لازم من الاول يجمع تفاصيل عن الشر اللي هو عايز يقضي عليه ده الاول، وكمان ما كانش اكتشف شكله الحقيقي. اللي بعده فيا ترى هيعرف يكتشف شكل الشر الحقيقي ده ولا لا، وهيعرف يقضي عليه في الاخر ولا لا؟ ده اللي هتشوفوه لما تتابعوا الانمي. والانمي بعد كده معانا هو بيرفكت بلو. وبتدور قصة الانمي عن مغنية بوب بتعمل اقصى جهودها عشان تكون ممثلة. بس طبعا الحلو ما بيكملش، وبتطارد من شخص مهووس بيها، وبيبقى كابوس ليها حرفيا، واي حركة بتعملها بتكون متراقبة. ليه؟ لأن أنا واد بضان وكنت واد بضان، وأنا لسه بضان على فكرة، بس أنا وبعدها بدأت جرائم القتل حواليها، وبدأت تتجنن وتفقد عقلها. فيا ترى هتوصل لحلمها ولا لا؟ الشخص ده مين اصلا وبيعمل ايه؟ هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. اولا ما انا صديقي هو الفين لايت، وبيدور قصة الانمي على لوسي اللي كانت اتولدت بشرية متحولة. ازاي؟ والله ما عارف. وكانوا بيعملوا عليها تجارب كتيرة، بس اكتفت بقى من الاسر واتخنقت، فاهم؟ فقررت تهرب. وفعلا بتهرب، بس مع الوقت بتحاول لوسي التكيف مع العالم. يعني كده كده هي عندها شخصيه مزدوجه، فصعب ان هي تخفي طبيعتها عن العالم. فيا ترى لوسي هتعمل ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والانمي بعد كده معانا صديقي هو جوست هانت، وبيتكلم الانمي عامه عن صيادين الاشباح. بتدور بقى قصة الانمي عن مجموعة صغيرة من الاشخاص المغامرين، واللي بيتعاونوا صديقي مع مركز ابحاث عشان يتحققوا من الانشطة الخارقة للطبيعة اللي كانت بتحصل في مبنى معين. وكان كل هدفهم يا صديقي من الاخر كده ان هما يخرجوا احياء من المبنى اصلا. ليه وبس. روح اتفرجوا على الانمي لانه جامد يعني. والان بعد كده معنا صديقي هو ده، انا مش هقول لكم الاسم ده كله يعني، فهو مكتوب قدامكم. وبتدور احداث قصته في عام 1983 في قرية ريفية عادي جدا. وبيكون ميبارا انتقل للقرية دي لسه جديد، فبيتعرف على اصحاب جديدة وبيلعبوا لعبة كده بتستند للتحقيق، يعني لعبة تحقيق. ولحد بقى ما بيتصاب واحد منهم بالجنون فصباحه، وبيبدأ في قتل كل الناس وكل اصحابه صباح الفل يعني. فيا ترى بقى ميبارا هيعمل ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. ربنا معاك يا صاحبي. وانا بعد كده معانا صديقي هو هيلسينج. بتدور قصة الانمي عن مصاصين الدماء اللي في بريطانيا، وبالتحديد لندن. كان في منظمة اسمها هيلسينج متخصصة في القضاء على مصاصين الدماء. كان في مصاص دماء عمره 500 سنة شغال في المنظمة دي، وكان اسمه الوكارد، ويعتبر من اقوى مصاصين الدماء في العالم. وكان في منظمات كتير زي ما احنا عارفين معادية لمنظمة هيلسينج. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي يا جدعان. الانمي ده جامد، انا لسه مخلصه قريب على فكرة، موسمين على ما اعتقد. عظمة. والانمي بعد كده معانا صديقي هو الزومبي لوي.
وبيبدأ الأنمي بالفتاة اللي اسمها موشيرو كيتا واللي عندها عين شنغامي، وبتخليها تشوف دايرة رصاصي أو سودا حوالين رقبة أي حد قرب يموت. ففي شابين كده اسمهم أكاتوسكي وشيتو، وكانوا صحاب موتسيرو يعني، والاتنين دول صديقي حوالين رقبتهم كان في دايرة سودا، معنى كده ان هم المفروض يموتوا في الحال. فيا ترى ايه اللي هيحصل لهم؟ ده اللي تعرفوه لما تشوفوا الانمي. انا مرضيتش احرق لكم كتير في الانمي ده لانه جامد. ولو وصلت لحد هنا صديقي فما تنساش تعمل لايك واشتراك، وتعرف اني بحبك جدا. و عايز اخد رايكم في حاجه كده، هل نكمل على موضوع افضل انميات وكده، ولا نغير السلسله خالص، ولا نعمل مراجعات؟ بس ان شاء الله كده كده قريب جدا هنعمل تلخيصات، بس مش بنعمل تلخيصات حاليا بسبب ان الامكانيات لا تسمح. بس هي دي الفكره، واشوفكم في فيديو جاي وسلام. 神羅転生